في البداية خلوني بس اعتذر لكم عن اننا بنتأخر في التنزيل، بس زي ما انتوا عارفين داخلين على كاس عالم، وحابب اقول لكم ان فايتكم عظمة كتير قوي على قناة الكورة. بنحاول نكثف شغل هناك شوية عشان نلحق ننزل لكم فيديوهات على قد ما نقدر في فترة كاس العالم. فما تنساش بقى تبص على قناة الكورة اللي هتلاقي لينكها تحت في الديسكريبشن، وتقول لنا رأيك كمان في الاستوديو الجديد. والاهم من كده انك تشترك هناك عشان بنوعدك بعظمة بزيادة قوي في كاس العالم. وبس كده عشان ما اطولش عليك، هاتلك حاجة تاكلها ويلا نبدأ. بيبدأ فيلمنا في جو صعب جدا والدنيا بتشتي، ومع كده بنشوف ان مركز الشرطة شغالين بقوة جدا، وبتلاقوا شكاوى كتير جدا من المواطنين. وبنشوف في التلفزيون ان كل الاخبار بتتكلم عن قضية شخص اسمه جهلوت، واللي اتقبض عليه وخرج في نفس اليوم، والناس غضبانين على الشرطة بسبب الموضوع ده، وبيقولوا ان الشرطة مش شايفة شغلها. وهنا بنتعرف على الضابط نيكل، واللي بيوصل للمركز في الجو ده مع ان بيته بعيد، وبمجرد ما بيوصل ما بيلحقش يقعد على الكرسي، وبيلاقي مراته بتتصل بيه. ومن كلامهم بنعرف انها بتشتكي له من ابنهم واللي اسمه دروف، وبتقول له انه لازم يتكلم معاه. ولما بيحاول يقول لها انه هيتصرف، بتقول له انها خايفه يحصل زي ما حصل زمان وما بنكونش فاهمين حاجه. المهم انه بيحاول على قد ما يقدر انه يطمنها، وبعدها بيقفل معاها. وبعد ما بيقفل معاها على طول بيلاقي واحده زميلته عندها مكالمه مش عارفه تتعامل معاها خالص، عشان كده بتطلب انها تحولها له. وفعلا بيوافق وبياخد المكالمه، وبيحاول يتكلم مع الست اللي متصله. وفي الاول ما بترضاش ترد، لكن بعدها بشويه بترد، لكنها بتقوله انها عايزه تموت. وما بيكونش فاهم مالها، وبيحاول انه يتعقب مكالمتها، لكنه بيلاقيها مش واثقه في اي حد ومش عايزه تتعاون خالص. وبتكون بتعيط جامد، وبتقول برضه انها عايزه تموت ومش عايزه تتعاون مع حد. ولما بيحاول يسالها عن اسمها ما بترضاش تقوله، وبتقوله انها لازم تموت برضه. وبتساله عن اسمه، وبيحاول يقول لها انه ممنوع يقول اسمه، لكنها بتقوله انها هتقفل. وبيضطر نيكل يقول لها على اسمه عشان يحاول يخليها تتعاون معاه. وبيلاقيها بتتكلم معاه في مواضيع كتير، وبتساله اسئله غريبه، وبتبدا تساله اسئله شخصيه، وبيكون مضطر يجاوبها عشان تثق فيه وتخليه يساعدها. وبيعرفها انه متجوز وعنده ابن عنده 18 سنه، وبتساله فجاه اذا كان يعرف الم فقدان الابن ده، لانها فقدت ابنها وعارفه الاحساس ده كويس. وبتقول له ان ابنها كان اسمه عمار، وكان ولد طيب جدا ومتفوق، لكنه مات. وبيسالها عمار مات ازاي، وبتقول له انه مات في حادثه. وفي الوقت ده بيعرف انها سايقه عربيه وماشيه بيها على الطريق مع انها سكرانه، وبيحاول يقنعها ان حالتها ما تسمعش انها تسوق، بس هي بتتجاهل كلامه وبتكمل برضه كلامها الغريب. وفي وسط كلامها بتقوله انها بتسمع صوت في دماغها بيزيد كل شويه، والصوت ده بيقول لها انها هترتاح لو سمعت كلامه. وبتقوله ان الصوت بيقول لها انها ما تنتحرش وتقتل الشخص اللي كان السبب في المها ده. وبتسال نيكل ايه رايه في الكلام ده، واذا كانت المفروض تمشي ورا الصوت اللي في دماغها ولا لا. ولان نيكل ما بيكونش عارف يقول لها ايه، بيقرر انه لازم يخليها تسمعه. فبيقول لها ان الشخص لما بيتصل بالطوارئ فده لانه عايز حد يساعده، وهي اتصلت بيهم عشان كده هو عارف انها مش عايزه تموت نفسها ولا حاجه. وبيحاول يقنعها انها ترجع لبيتها وجوزها، وبيقول لها ان صدمه عمار كفايه على جوزها. وبيقول لها كمان انها انانيه وما بتفكرش غير في نفسها، ومش هاممها غير المها هي وبس. وبسبب كلامه بيسمع انها كانت هتعمل حادثه، وبعدها بتقفل السكه في وشه. وبيبعت حد للمكان اللي كانت فيه العربيه، وبنشوف ان كلام الست خلى نيكل يحس بالقلق على ابنه، عشان كده بيحاول يتصل بيه. ولما بيرد عليه ما بيكونش عارف يسمعه، لان ابنه في حفله والصوت جنبه عالي جدا. وبيطلع يكلمه من بره، وبيساله ابوه ليه مضايق امه وسابها ومشي وهي بتكلمه. وبيقول له ظروف ان امه ضربته بالقلم على وشه، وهو عارف انها ما قالتش كده لابوه، لانها ما بتقولش على اللي هي بتعمله، انما بتشتكي منه بس. وكل ده لانه بس كان عايز يخرج مع اصحابه، وبيقول انه بيكره امه. وبيسكته نيكل وبيقول له ما يتكلمش، وبيكون ظروف شايف ان ابوه دايما واقف في صف امه. لكن نيكل بيقول له ان بعد حادثه السنه اللي فاتت كان المفروض ان هو يتسجن، لكن الحظ كان معاهم. وبنفهم ان ظروف لما خرج مع اصحابه السنه اللي قبلها عمل حاجه كان هيتسجن بسببها، ومن ساعتها وامه بتخاف تخرجه من البيت. وبعدها بيقول له انه قدامه نص ساعه بالظبط ويكون روح، وبيقفل معاه. وبيجيله بعدها اتصال من الضابط غلام اللي هو كان بعته لمكان الست، وبيقول له انه جاله بلاغ عن حادثه في نفس المكان، وممكن تكون نفس الست وهو رايح هناك دلوقتي. وبيوصل غلام وبيلاقي عربيه مقلوبه والسواق بتاعها مصاب، وبيبلغ نيكل ان الست هي كانت السبب في الحادثه دي. وبيقول له برضه يحاول يتعقب الست على قد ما يقدر، لان صوتها كان فيه حاجه غريبه. وبتيجي بعدها زميلته اللي حولت له المكالمه في الاول، وبتساله لقى الست ولا لسه. وبيتفاجئ لما بتساله هو يعرف الست دي منين. ولما بيقول انه ما يعرفهاش بتستغرب، وبتقول انها نادته هو لان الست طلبته بالاسم. وبيكون مستغرب لان الست سالته عن اسمه كانها ما تعرفهوش، وهو مش عارف مين دي. وبعدها بتتصل بيه مراته تاني، وبتساله كلم ظروف ولا لا، وبيقول لها انه كلمه، وبيسالها هي ضربته ليه، وان ده مش هيصلح اي حاجه. وبتقول له ان هو مش موجود معاهم معظم الوقت،
الوقت وهي مش عارفه تتعامل مع ظروف خالص، وبتقول له انها بتعمل كل ده لانها قلقانه على ابنها وهو مش فاضلهم، وبتقفل معاه. وبيقف بعدها عشان يشرب سيجاره، لكنه بيتفاجئ ان زميلته جايه تجري وبتقول له ان الست بتتصل تاني، وبيروح معاها وبيستقبل المكالمه، والست بتقول له انها سمعت نصيحته وما انتحرتش. وبيسالها تعرفه منين، لانه عرف انها كانت عارفه اسمه من قبل ما تساله. وبتشتم زميلته لانها قالت له، وبعدها بتقول له ان شخصيه الشخص الحقيقيه بتتعرف لما بيكون مضغوط، وهي كانت عايزه تعرف شخصيته وعايزاه يساعدها في مهمتها. وبتقول له كمان انها اشترت مسدس من اسبوع وناويه تستخدمه النهارده. وقبل ما تكمل كلامها الكهرباء بتقطع بسبب الجو وبتفصل المكالمه، وكمان السيستم بيتعطل في المكان كله. وبتيجي زميلته وبتساله عن الست وبيقول لها اللي هي قالته، وبتقول له دي اكيد ست سكرانه وهو لازم ما يشغلش باله بيها. وبيتصل بعدها بابنه دروف وبيزعق معاه لانه ما روحش لحد دلوقتي، وبيقول له يكون في البيت خلال 20 دقيقه. وبيرجع لمكانه وبيبان انه متوتر وبيفكر في كلام الست، فبيتصل بزميله مورتي من اسم تاني السيستم شغال فيه، وبيبلغه ببيانات وارقام الست دي، وبيقول له يحاول يتصرف بسرعه لان الست معاها مسدس. وفي الوقت ده بيرن جرس بيت نيكل، وبتفتح مراته وبتلاقي قدامها واحده ست وبتقول انها ام صاحب دروف وعايزه تتكلم معاها شويه في حاجه مهمه. وبتدخلها وبتربط لها الكلب بتاعها لانها خايفه منه، وبتقعدها وبتسالها ايه هي الحاجه المهمه اللي هي كانت عايزاها، وبتتمنى كمان ان دروف ما يكونش عمل مشكله. وبتلاقي ساعتها الست بدات تتصرف تصرفات غريبه، وبتبص لصوره دروف وبتسال اذا كان هو ده ولا لا. وبتستغرب امه لانها المفروض لو ام صاحبه تكون عارفه شكله على الاقل. وساعتها بتنكر الست انها قالت انها ام صاحبه مثلا، وبتستغرب الام من كلامها، وبتقول لها انها عندها صوره عائليه زي دي لكن الشاب اللي فيها مات. وبتكمل بعدها تصرفاتها الغريبة. ولما بتسألها تاني هي مين، بتقول لها انها هتعرفها كل حاجة بس لازم تلبس وتنزل معاها يلفوا بالعربية شوية. ولما بتقول لها انها مش هتنزل معاها وهتطلب لها الشرطة، بتقول لها الست انها كلمت جوزها وعارفة ان الشرطة مش هترد على حد. ولما بتحاول تهرب منها بتهددها بالمسدس، ولما الكلب بيعمل دوشه بتمسك فازه وبتضربه بيها. وبعدها بشويه في الشغل عند نيكل بيتفاجئ ان جاره بيتصل بيه وبيقول له ان كلبهم بيتألم في البيت والباب مفتوح ومراته مش جوه وفي حاجه غريبه، وبيطلب من جاره يدخل يشوف فيه ايه، وبيقول له ان الكلب مصاب وبينزف وبيصوره له. وبيلاقي ساعتها ان تليفون مراته بيكلمه وبيرد بسرعه، وبتكون ساعتها مع الست في العربيه وبتقول له ان شكوكها في دروف كانت صح وانه رجع تاني لبيع المخدرات. وبتحكي له انها شافت رسائل على الموبايل دروف، وساعتها دروف ترجاها انها ما تقولش لابوه وهو مش هيرد على الناس دي تاني. ولما بيسألها هي فين بتكون خايفة جدا، وساعتها اللي بترد عليه هي الست الغريبة. وبيعرف انها نفس الست اللي كانت بتكلمه في التليفون، وبتقول له ما يتصرفش اي تصرف متهور وبتقفل معاه. وبعدها بيتصل بصاحبه مورتي وبيلاقيه وصل لنتيجة من الارقام اللي اداها واداله عنوان ليهم واسم الست كمان وهو سيما بلاف. وبعدها بشويه بتكلمه الست تاني وبيقول لها انه عرف اسمها، وبتاكده فعلا انها سيما بلاف ام عمار بلاف اللي مات في حادثه ضرب على ايد شخص اسمه ياش مهرة واللي هرب بعدها. وبتقول له انه اكيد عارف ياش مهرة ابن جوتم مهرة وهو من اغنى رجاله الهند. وبتقول له ان في اليوم ده ياش كان سايق العربيه تحت تاثير المخدرات اللي باعها له دروف ابنه. وبيحاول يقول لها ان مراته ملهاش ذنب، لكنها بتقول له انها ام واحد مجرم ولازم تتعاقب هي وابنها. ولما بيسالها هي عايزه ايه، بتقول له انها عايزه حق ابنها بس مش اكتر. وبتقول له ان النهارده هو نفس اليوم اللي دروف ادى لياش اللي قتل ابنها المخدرات من سنه بالظبط، وهيديله النهارده مخدرات تاني. وبتقول له انه لو عايز ينقذهم لازم يعمل اللي هتقول له عليه، وهو انه يكلم دروف ويخليه يجيب لها ياش للمكان اللي هتقول له عليه من غير اي حراسه ولوحده. وبتقول له ما يتحركش من مكانه لانها لو اتصلت بيه وعرفت انه اتحرك من مكانه هتقتل مراته، ولو بعت اي شرطه وراها كمان هتقتل مراته برضه. وبيضطر ينفذ كلامها وبيتصل فعلا بدروف وبيقول له ان امه قالت له على كل حاجه، وبيقول له ان بسببه امه في ورطه دلوقتي ولازم يعمل اللي هيقول له عليه بالظبط. وبيقول له كمان انه عارف انه رايح يقابل ياش دلوقتي، وبيقول له ياخده من غير حراسه للمكان اللي قالت له عليه سيما. وبيحكي له كل اللي حصل وبيقول له انه يعمل كل اللي قال له عليه. وبيقول له دروف ان نجيب صاحبه جنبه ومش عارف يعمل معاه ايه، عشان كده نيكل بيقول له انه لازم يتصرف من غير ما نجيب يحس باي حاجه. وبيبان التوتر على نيكل في شغله لكنه ما بيقدرش يحكي اي حاجه لحد من زمايله. وبيحاول فعلا دروف انه يتصرف لكنه بيتفاجئ ان نجيب بيقول له ان اللي مشغلهم عايز يبعته في شغل تاني غير شغل ياش. ولما بيقول له انه عاوز يروح معاه بيقول له انه لازم يسمع الكلام وهو ساكت. وعند نيكل بيوصل الفني في الوقت ده اللي المفروض يصلح العطل اللي في السيستم، وبيتفاجئ ان سلك الكهرباء العمومي اللي في المركز مقطوع بأداة حادة مش من الجو، ومقطوع من مكان صعب انه يصلحه دلوقتي وهيضطر يطلب سلك جديد.
وبيقول له نيكل انه لازم يتصرف لان مفيش وقت وان في شخص هيموت لو النظام مرجعش دلوقتي. عشان كده بيقول له الفني ان في حل لكنه مش قانوني، والحل هو انه ممكن يهكر له السيستم من كمبيوتر خارجي ويشتغل منه. وبيساله اذا كان هكر السيستم ده قبل كده، وبيقول له انه عملها مره واحده عشان يراقب حبيبته اللي بتخونه، وبيضطر يخليه يعمل كده فعلا في اوضه الاجتماعات عشان محدش يكتشفه. وبيقول له يهكر له كاميرات الموقف اللي الست قالت له عليه، وبيخليه يخترق له نظام الكاميرات اللي في المكان كله فعلا. وعند دروف بنشوف انه بيحاول يقنع نجيب انه هو المسؤول عن توصيل المخدرات لياش، وانه لازم هو اللي يروح. لكننا بنشوف ان الحجه ما كانتش مقنعه، وان نجيب ما بيقتنعش وبيقول له ان الاوامر لازم تتنفذ. وساعتها بيسرق دروف الشنطه وبيهرب بيها، ونجيب بيجري وراه. وبيستخبى منه دروف في مكان، وبيتصل بابوه وبيحكي له كل اللي حصل، وبيقول له ان نجيب معاه سكينه وعايز يقتله. وبيبدا نيكل يديله التعليمات، وبيقول له ازاي يهرب من نجيب لكنه بيشوفه وبيقدر يمسكه. وبيضربه نجيب كتير جدا، وبيكون لسه هيقتله لكنه بيسمع نيكل في التليفون بيهدده، وبيقول له ان ده ابن شرطي وانه لو قتله مش هيسيبوه في حاله. وفعلا بيخاف نجيب وبيضطر يسيب له الشنطه وكمان مفتاح الموتوسيكل بتاعه. وفي الوقت ده بتكون سيما وصلت للمكان ومعاها مرات نيكل، وبتتصل بيه وبتساله دروف اتاخر ليه، وانها ما عندهاش وقت، وبيقول لها انه في الطريق. وبيحاول يترجاها انها ما تاذيش حد من مراته او ابنه، لكنها بتقول له انها هي وجوزها برضه توسلوا للشرطه كتير جدا بعد موت ابنهم ومحدش ساعدهم. وحتى الاعلام ما كانش فيهم حد عنده الشجاعه انه يعادي رجل الاعمال جوتام مهرة، عشان كده ما لقيتش حد يساعدها وقتها. لا وكمان عرضوا عليهم فلوس كتعويض عشان يتنازلوا عن موضوع ابنهم. وبنشوف انها وهي بتحكي اللي حصل معاهم بتكون صعبانه جدا على مرات نيكل مع انها خطفاها. ولما بيحاول نيكل انه يكلم مراته بترفض سيما انها تخليه يكلمها، وبتقفل في وشه السكه. وفي الوقت ده بيتصل بيه صاحبه مورتي، وبيقول له انه وصل لمعلومات غريبه جدا من مراقبته الرقم سيما، وهي ان سيما كانت بتكلم رقمين كتير جدا، والرقمين دول موجودين في نفس المكتب بتاع نيكل. الرقم الاول هو رقم نيكل، وبيفهم نيكل ساعتها ان في حد من اللي معاه في المكتب شغال مع سيما، وبيفتكر ساعتها موضوع ان السلك العمومي مقطوع بقصد وان في حد قاطعه. عشان كده بياخد من مورتي الرقم اللي سيما بتكلمه، وبيتصل عليه عشان يشوف مين اللي بيساعدها من زمايله، لكن محدش بيرد. وبيجيله الفني بعد ما هكر كاميرات المكان، وبيديله اللاب عشان يشوف منه اللي بيحصل في الموقف. وبيدخل كمان في الوقت ده العامل اللي في المكان وهو جايب لنيكل الشاي. وفي الوقت ده بيتصل بيه تاني مورتي، وبيقول له انه اتوصل لصورة جوز سيما كمان وهيبعتها له دلوقتي. وبمجرد ما بيشوف الصورة بيكتشف انه هو نفس العامل اللي واقف قدامه واللي بيكون مطلع مسدس وبيهدده بيه. فبيقفل مع مورتي من غير ما يحسسه بحاجة، وبيكون فهم بقى كل اللي بيحصل. وبيتصل الراجل بسيما وبيعرفها انه دلوقتي معاه نيكل وان كل حاجة تمام. وبيبدأ الراجل يسأل نيكل كان هيعمل ايه لو كان مكانه، وبيقول له نيكل انه فعلا كان هيعمل زيه وينتقم لابنه. وفي الناحية التانية بتكون مرات نيكل بتترجى سيما انها ما تأذيش ابنها لما يوصل، لكن سيما بتقول لها ان دروف يوم الحادثة كذب في شهادته، ولولا كده كان زمان ياش مقبوض عليه دلوقتي، عشان كده هي ناوية تعاقبهم كلهم. وبتبدأ تقول لها ان احساس فقدان الابن الوحيد عامل ازاي، وانها هتخليها تحس بيه. ولما بتلاقي انها كده كده مش ناوية تسامح ابنها بتحاول تهرب منها لكنها بتفشل. وبيكون نيكل شايف كل ده في اللاب اللي قدامه، وبيحاول يداري لكن الراجل بيشوفه، وبيروح يتأكد من اللي نيكل مشغله على اللاب، وبيشوف ان نيكل بيراقبهم. وفي الوقت ده بيكون في ناس سمعوا صوت مرات نيكل وهي بتصرخ، لكن سيما بتقدر تخليهم يمشوا. وساعتها بيكون جوزها مندمج مع اللي شايفه وخايف على مراته، وبينتهز نيكل الفرصة وبيقدر يمسكه. وهما بيتخانقوا بتطلع رصاصة من المسدس بتقتل الراجل وبيسمعها الاسم كله. وبيكون نيكل زعلان لانه مش قاصد اللي حصل ده، وبيدخل عليه باقي الاسم وبيشوفوه، وبيضطر ساعتها يشرح لهم اللي بيحصل معاه كله. ولما بيلاقيها خربانة بياخد بعضه وبيروح بنفسه للمكان. وفي الوقت ده بيكون دروف وصل، وبيتصل بابوه وبيبدأ يديله التعليمات اللي يمشي عليها. وبيشوف دروف العربية وبيروح لهم، وبتقول له سيما يجيب لها ياش. وبيكون نيكل سامع كل ده، وبيقول له انه هيقفل عشان يكلم ياش. وفعلا بيكلمه، لكن ياش بيكون سهران مع اصحابه، فبيقفل مع دروف وبيبعت له واحد من صحابه عشان ياخد منه الحاجة. وبيفتح تاني دروف مكالمة مع ابوه، وساعتها بيطلع له صاحب ياش. ولما بيسأله عنه بيقول انه ياش بعته هو عشان مشغول. وبيكون نيكل سامع كل حاجة، وبيقول لدروف ما يديلهوش الحاجة، ويقول ان اللي مشغلهم قال ان ياش لازم ياخد الحاجة بنفسه. ومع ان التاني بيحاول معاه لكنه بيخليه برضه يدخل ينادي ياش. وفعلا بيطلع له ياش بنفسه المرة دي، وبيكون غضبان جدا، لكن دروف بيقدر يقنعه ان الحاجة في العربية وبياخده معاه لسيما. واول ما بيوصل عندها بيسأل مين اللي جايين معاه دول، وبتنزل ساعتها سيما تهدده بالمسدس. وفي الوقت ده بيكون نيكل وصل للمكان وبيكون طالع لهم، وبيكون ياش بيحاول يفهم مين الست اللي عايزة تقتله دي، وبيحاول يعرض عليها فلوس. وبسبب كده بتغضب سيما اكتر وبتهددهم كلهم بالمسدس. وبيكون نيكل وصل للمكان في الوقت ده، ولما بيشوفها مهدداهم بيضطر يطلع لها عشان يتكلم معاها ويحاول يقنعها. لكنها اول ما بتشوفه في المكان بتفهم انه قدر يخلص من جوزها، وده معناه ان حتى جوزها ميت دلوقتي. لكنها بتقول انهم كانوا عاملين حسابهم من الاول انهم هيموتوا وهم بيجيبوا حق ابنهم. وبيحاول نيكل يقنعها على قد ما يقدر ان عمار نفسه
مش هيكون مبسوط باللي هي بتعمله ده، وبيقول لها انها لو عملت كده مش هتفرق اي حاجه عن ياش يوم ما قتل ابنها. وبيفهم ساعتها ياش هو ليه محطوط في الموقف ده دلوقتي، وبيبان عليها انها فعلا بدات تقتنع بكلامه، لكنه لما بيقرب منها بتخاف، ومن خوفها بتضرب رصاصه في ياش ورصاصه في دروف، وقبل ما تضرب الرصاصه الثالثه في مراته بيقتلها نيكل، وبعدها بيروح يشوف اللي حصل لابنه، وبيجري بسرعه عشان يطلب عربيه اسعاف، وما بيكونش عارف يعمل اي حاجه لابنه. وبعدها بشويه بيتنقلوا للمستشفى، وبنشوف ان مهرة ابو ياش كمان هناك، ولما بيطلع الدكتور بينادي على مهرة وبيقول له ان جرح الرصاصه كان عميق لكنهم لحقوا ياش وهيعيش. ولما بيسالوا عن الولد التاني بيقول لهم يروحوا يشوفوا هم ابنهم دلوقتي وهو هيكلم ابو الولد التاني. وبعدها بينادي على نيكل، لكن المره دي بيقول له ان الجرح عمل نزيف داخلي وما قدروش يوقفوه، وبيبلغوا ان دروف ابنهم مات. وبيكون نيكل مش قادر يصدق اللي بيتقال له، وما بيكونش كمان عارف ازاي هيقول الخبر لمراته، لكنه اصلا على ما بيوصل لها بتكون فهمت من تعبيراته وما بتقدرش تمسك نفسها من العياط على ابنها الوحيد. وبيحاول نيكل يواسيها على قد ما يقدر، لكنه بيكون محتاج اللي يواسيه هو اصلا. وبعدها كمان بيروح شغله وبيلاقي مديره مستنيه وبيساله عن مراته، وبيقول له نيكل انهم خدروها عشان ما يحصلهاش حاجه. وبيعزيه مديره وبيقول له ان اللي حصل ده لازم الشرطه كلها تتحمله مش هو لوحده. وبيقول له كمان ان حتى مهرة متعاطف معاه جدا، وبيقول انه مستعد يساعده باي طريقه حتى لو عايز تعويض بالفلوس. وساعتها بيفهم نيكل ان حتى الشرطه متورطه في اللي بيحصل، وبيفهم برضه اكتر احساس سيما واللي حصل معاها نفس الموقف بعد موت ابنها، لان كمان مديره بيقول له انه لازم محدش يوصل لاي دليل على ياش، وان كل الادله لازم تتدمر، وبينصحه انه لازم ينسى اللي حصل وياخد تعويض ويتكتم على الموضوع ويمسح كل تسجيلات مكالماته مع سيما، وبيديله فرصه يفكر. وبيقول نيكل انه موافق وبيروح على وحدته عشان يمسح التسجيلات، لكن لما بيوصل هناك بنشوف انه بيطلب من الفني نسخه من التسجيلات مش انه يمسحها. وبيتصل بعدها باعلاميه في قناه مشهوره جدا وبيبلغها باسمه ومكان شغله، وبيقول لها انه عايز يبلغ عن جريمه، وفعلا بيحولوه على الاعلاميه دي وبيديها كل المعلومات، وما بيرضاش انه يتنازل عن حق ابنه، لانه دلوقتي بس فهم سيما كانت حاسه بايه، وبيقرر ان ياش لازم يتعاقب المره دي. وبس هنا يكون الفيلم خلص. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه، وما تنساش كمان العظمه اللي على قناه الكوره اللي هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. لف لفه هناك، وما تنساش تقول لنا رايك في الاستوديو الجديد، وما تنساش كمان تشترك وتفعل الجرس. وبس سلام.